كنت سهرانة بالليل وما لقيتش حاجة اعملها غير ان اقوم اعمل باستا بالوايت صوص مع فراخ خطيرة. متخيلين يا جماعة ان الباستا دي معمولة الساعة 3 الفجر؟ شايفين الجمال ده يا جماعة؟ ونقول بسم الله. يلا بينا نبدأ الفيديو. لو اول مرة تشوفوني، انا مني من قناة اكلك ألذ مع بنات العيلة، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة. يلا بينا. اول حاجه معايا صدرين فراخ، ومهم جدا ننشف الفراخ قبل ما نتبلها، وبعدين هتبلها بملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، وبعدين هعمل لها مساج عشان ادخل التتبيله في الفراخ كلها. وبعد كده في طاسه سخنه جدا فيها زيت وزبده، وهنزل صدور الفراخ. الزبده دي يا جماعه هتودي طعمها في حته تانية خالص، وهتخليها جوسي اوي من جوه. وبعد كده هقلبها واضيف لها روزماري و4 فصوص توم وشوية مية بما يعادل نص كوباية، وهسيبها لحد ما تستوي. وهنا بدأت أعمل صوص المكرونة. نزلت في الطاسة زبدة وزيت، وبعد كده نزلت عليهم بصل وتوم مفرومين، شوحتهم كويس، وهضيف لهم المشروم، وبفضل اقلب في المشروم مع البصل لحد ما بيتبلوا، ونزلت عليهم ملح وفلفل اسود، وبعد كده نزلت الكريمة. شايفين الجمال ده ولا مش شايفين؟ بجد الباستا دي يا جماعة خطيرة. لازم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتس، لانه بيفرق معايا جدا. طبعا كنت سلقت المكرونة وهنزلها في الصوص الخطير ده. شايفين حلوة ازاي؟ ولا الفراخ الخطيرة دي هطلعها بقى علشان ترتاح؟ لا بجد حلوة قوي يا جماعة، لازم تجربوا الطريقة دي. ما شاء الله زبدة، وطعمها كان حلو قوي يا جماعة. حتى بصوا عاملة ازاي، كانت جوسي قوي من جوه وخطيرة. بص على الجمال والحلاوة، بتتكلم عن نفسها. سهلة وخطيرة وطعمها حلو قوي، حتى وانا بقطعها مفيش اسهل من كده. الفراخ جوسي قوي من جوه يا جماعة. لا دي زبدة مش فراخ خالص. مش قادرة اوصف لكم جمالها. ولا المكرونة بجد خطيرة. باستا بالوايت صوص مظبوطة كما قال الكتاب. تتاكل بقى وهي سخنة مولعة كده مع قطمة فراخ. يا رب على الجمال، خطيرة. واشوفكم في فيديو جديد مع مني في قناة اكلك ألذ مع بنات العيلة. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس بعد ما تجربوها. باي باي، بحبكم.